عندك مولانا؟ نحن من المعتقدين أن يزيد لم يكن مسؤولا عن قتل الحسين. من الكتاب الشيعة، فأنت سيدنا إذا غير مكان مولانا يتهمون بالنصب وكذا وكذا، فأنت نريد نجلس معك نشوف يعني أكو دليل على أن يزيد كان مسؤولا. خلاصة، أفضل خلاصة للمواقف الإسلامية غير الشيعة طبعا، للمواقف الإسلامية إذا يزيد أشار إليه العلامة الآلوسي في تفسيره الحق والإنصاف في 5-6 صفحات. هذا الرجل لخص كل هذه المواقف. العلامة الآلوسي أعزائي في روح المعاني في مؤسسة الرسالة مجلد 25 أعزائي، اللي طبعا احنا في كتابنا معالم الإسلام الأموي هذا أشرنا إليه خلاصته. هناك في ذيل الآية 23 من سورة محمد صلى الله عليه وآله، هناك في صفحة 197 يقول: واستدل بها أيضا على جواز لعن يزيد عليه من الله ما يستحق، الذي يغلب على ظني أن الخبيث لم يكن مصدقا برسالة النبي. هذا أصلا لم يثبت أنه ماذا كان مسلم، وأن مجموع ما فعل مع أهل حرم الله وأهل حرم نبيه وعترته الطيبين في الحياة وبعد الممات وما صدر منه من المخازي ليس بأضعف دلالة على تصديقه من إلقاء ورقة من المصحف الشريف في قذر. لو يأخذ جزء من القرآن ويضعه ماذا في قذارة مولانا، ألستم تحكمون بكفره؟ يقول أعماله أشد من هذا. ولا أظن أن أمره كان خافيا على أجلة المسلمين، ولكن كانوا مغلوبين، إلى أن يقول بعد أن مفصل يقول: ومن كان يخشى القال والقيل من التصريح بلعن ذلك الضليل فليقول. هسه أخاف بأنه ما قدرنا فقهيا نلعن المعين، فليقل معي. مع ماذا يقول؟ لعن الله من رضي بقتل الحسين، ومن آذى عترة النبي بغير حق، ومن غصبهم حقهم، فإنه يكون لاعنا له لدخوله تحت العموم دخولا أوليا في نفس الأمر. من أوضح مصادقه، لا يجيب الاسم ولكنه ماذا؟ فليقل اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد. بعد هذا ما في إشكال باتفاق المسلمين. ولا يخالف أحد في جواز اللعن بهذه الألفاظ ونحوها سوى ابن العربي المار ذكره، هذا الذي قلنا العواصم من القواصم بالأمس أشرنا إليه، وموافقيه، فإنهم على ظاهر ما نقل عنهم لا يجوزون لعن من رضي بقتل الحسين، وذلك لعمري هو الضلال البعيد الذي يكاد يزيد على ضلال يزيد. رحمة الله على العلامة الآلوسي في هذه المقالة القيمة اللي هو من أعلام السنة مولانا على أي الأحوال. ولهذا يقول: وأنا أذهب إلى جواز لعن مثله على التعيين، والظاهر أنه لم يتوب واحتمال توبته أضحى، ويلحق به ابن زياد وجماعة، فلعنة الله عز وجل عليهم أجمعين وعلى أنصارهم وأعوانهم وشيعتهم ومن مال إليهم إلى يوم الدين ما دمعت عين على أبي عبد الله الحسين. كلام بيني وبين الله إنسان من يقرأه يفرح القلب وقع، من عالم كبير كالعلامة. طبعا يكون في علمكم عندما يصنف العلامة الآلوسي يوضع في خانة السلفية. الآلوسي ما هو؟ اليوم راجعوا الأعلام للزركلي مولانا يقول من أعلام السلفية منه الآلوسي. لا يحذهنك تصور بأنه هذا أخاف شيعي وإحنا بجلنا ندري، أبدا أبدا، هو من أعلام السلفية، ولكن على طريقته، لأنه واقعا علم، واقعا محقق هذا الرجل، بغض النظر أني نتفق معه أو نختلف معه. هذا الرجل كتب هذا التفسير لا تصدقون وهو عمره 37 سنة، وأبحاث مفصلة الآن موقفة. جيد. الرجل أعزائي، هذا الرجل